ولين اللي كريم تطلع تقول مهما كنتِ مرتبطة بحد كويس لازم يبقى عندِك حياتِك، لإن أكبر فخ إحنا وقعنا فيه هي الاعتمادية، إن الست يبقى عندها اعتمادية، اعتمادية على الشخص اللي مرتبطة بيه أو اعتمادية على أهلها. أنا مش هاقول لكم إيه خطورة الاعتمادية مع الستات اللي اتجوزت راجل في الأول قال لها سيبي شغلِك عشان مش عايزاكِ تتعبي واقعدي خدي بالِك من البيت، وبعد كده طلع سام أو بخيل أو نرجسي. بس أنا هاكلمكم عن تعالي نقول إن أنا مرتبطة والشخص اللي أنا مرتبطة بيه دي فترة تعب، اتشغل، اضطر يسافر، هتعملي إيه في حياتِك؟ لو أنتِ أصغر تفصيلة في حياتِك ما بتعرفيش تعمليها من غير ما يبقى جنبِك راجل، وأنتِ فاكرة إن هو ده الحب، بتغضبي جدًا منه لما بيتشغل عليكِ، ده مش حب. الحب مش إن إحنا لازم نعمل كل حاجة مع بعض، ده الحب في منظور ديزني، بس in real life لازم أبقى عارفة إن أنا بارتبط بشخص زي ما في بيننا حاجات common زي ما في حاجات بيننا مختلفة، ومش هنقدر نتفق في كل حاجة. ابدئي من النهارده، اسألي نفسِك إيه الحاجة اللي أنا ممكن أعملها النهارده تخلّيني أقل اعتمادية على زوجي أو على أهلي. Do it for yourself, this can change your life.